تعرفي ازاي نوصف شخص مش دغري وبيلف ويدور وما بيحبش يقول الكلام بشكل مباشر بالانجليزي؟ طبعا سهله. he's turning and circle. هو انا مش قلتلك اوعي تترجميها؟ هنقول beat around the bush. beat around the bush. والاكسبريشن ده معناه انه بيلف ويدور علشان ما يقولش الحاجه بشكل مباشر. طب الشخص ده هيقول لي ايه اعرف بيه ان هو قفشني؟ لو الشخص قفشك وعايزك تقولي بطلي لف ودوران، هيقولك give it to me straight. give it to me straight، يعني اسلكي وخليكي دغري. طب لو عصبته اكتر وهو خلقه ضيق، طب لو خلقه ضيق وعايز يكلمك بشكل فالجر، ممكن يقولك ايه؟ cut the crap. cut the crap. طب خلاص انا هاجي في الدغري وعايزه اقول له الكلام بشكل مباشر، اقول له ايه؟ فلو عايز تلمي نفسك وتتكلمي بشكل دغري بعد ما قفش عليكي، هتقولي له to make a long story short. يعني كانك بتقولي له خلاص انا هديك الخلاصه. طيب هديكي مثال. to make a long story short, I missed the train because I forgot to set the alarm. يعني انا فاتني القطر علشان نسيت اظبط المنبه. يلا 4 expressions في فيديو واحد. ولو عندك مصطلح بتستخدمه في كلامك على طول وعايز تعرف ازاي تقوله بالانجليزي، اكتب لي في الكومنتس علشان اساعدك تتكلم انجليزي بطلاقه وبسهوله. وما تنساش اوعى تترجم.